تشكيل الزمالك المتوقع لماتش بيراميدز اللي هو خلاص كمان شويه. انا سريعا كده اقول لك التشكيله الاقرب اللي هيلعب بيها كابتن معتمد جمال ماتش بيراميدز، ودي تشكيله من وجهه نظري وشايف ان دي التشكيله الاقرب اللي كابتن معتمد جمال هيلعب بيها الماتش. في حراسه المرمى هيكون المهدي سليمان متالق الفتره الاخيره. المهدي سليمان هو الاجهز، هو الانسب، فما فيش خلاف ان المهدي سليمان هو اللي هيكمل في حراسه المرمى. قدامه قلبين دفاع، طبعا الونش مصاب فهيلعب حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل قلبين دفاع، دي جزئيه ما فيهاش خلاف. باك شمال طبعا بنتايج، باك يمين محمد ابراهيم، طبعا مش عمر جابر، محمد ابراهيم احسن من عمر جابر في كل حاجه. كابتن معتمد جمال جرب ماتش زد اللي فات يبدا بعمر جابر، طلعه في بعد الشوط الاول ونزل محمد ابراهيم بسبب ان عمر جابر حرفيا هو مش قادر يعمل ربع اللي بيعمله محمد ابراهيم. في نص الملعب بقى وده اللي لازم يكون فيه تجديد شويه، محمد شحاته طبعا وكالعاده في نص الملعب، جنبيه ضروري جدا احمد ربيع. ما ينفعش احمد ربيع يقعد على الدكه، الزمالك في حاجه كبيره قوي لاحمد ربيع، خصوصا كمان بعد رحيل دونجا. انت محتاج تدخل احمد ربيع في الجيم، الراجل مخلص لك ماتش زد الماتش اللي فات بكوره يعني صعبه جدا، كوره مش سهله. لعيب كمان مع المشاركات الكتير هيديك جامد الفتره الجايه. قدامهم طبعا عبد الله السعيد، الخبرات كلها في نص الملعب. عبد الله السعيد برضو اللي بالنسبه لي متالق الفتره الاخيره. عبد الله السعيد لا غنى عنه في نص ملعب نادي الزمالك. ناحيه اليمين خوان بزيرة، وناحيه الشمال احمد شريف، وفي الهجوم ناصر منسي. يسقط ناصر منسي تحت المهاجم، وساعات بزيرة اللي بيخش قدام، فناصر منسي بيسلموا كوره زي ما شفنا في ماتش زد اللي فات. فبجد انا شايف ان دي التشكيله الانسب للزمالك في ماتش بيراميدز، وان شاء الله ان شاء الله لعيبه الزمالك رجاله ولعيبه الزمالك قدها، وقادرين باذن الله نخرج من الماتش دوت معانا الثلاث نقط ونبقى متصدرين جدول الدوري بفارق اكتر من 3 نقط عن اقرب حد لينا.